بصوا، هو انا عارفه ان محدش بيصور خيبته، بس بما ان انا قررت اشارككم في كل حاجه فانا صورت خيبتي. انا تحمست وقلت لجوزي بس انا هعمل لكم حلاوه المولد السنه دي. السنه دي هنوفر توفير ما بعد توفير. انا عايزه الطلبات دي عشان انا هعمل حلاوه المولد في البيت. حطيت نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، وعليهم معلقه عسل وفانيليا ورشه ملح، واستنيت الليله الطين دي ان هي تتكرمل. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا واتكرملت. واستنيت عليها شويه كمان عشان انا عرفت ان المفروض ان السمسميه يبقى الشربات بتاعها يبقى تقيل. عملت كده والدنيا كانت زي الفل، اقسم بالله كانت زي الفل ما فيهاش حاجه. جيت بقى عند اخر لقطه اللي انا المفروض احط فيها البتاع دي تفردها، السمسميه دي تفردها بقى عشان خاطر تتحط في التلاجة وتبرد. سيبها تبرد يكش حتى ما تتحط في التلاجة وتبرد، احطها في اي نيله وتبرد. ورشرشت الزيت يا بت، وخلاص بقى مستنيه ان انا احط السمسميه، وانا قاعده بفرج ابني وجوزي وبقول لهم بس الشيف عائشه وصلت. وبعدين هتشوفوا الصدمه. جيت اصبها لا، عبال ما جيت اصبها لقيتها اتحجرت، هي طعمها سمسميه في الاخر.